هنا بقى عايز اقول كلمه للاعلام التونسي، اوعوا تفتكروا ان خالد الغندور اللي بيفهم كوره مقدم برنامج زملكاوي اللي كان لعيب كوره هيطلع يقول ان الترجي ضحكني، ان لعيبته ضحكتني. لو كان عمري ما اقول كده، لان الترجي فرقه كبيره وفرقه مميزه، قد في بعض الاحيان تبعد عن مستواها، قد تتراجع للخلف في بعض الاحيان، لكن فرقه تقيله ليها اسم وعندها لعيبه مميزه زي ياسين مرياح ومحمد علي بن رمضان وبن حموده ولعيبه كتير، لعيبه كتير مميزه، والحمد الهوني، لعيبه مميزه ما اقدرش اقلل منهم ابدا، ولا حتى وانا كسبان، ولا حتى اما كابتن سمير السليمي قال لك هيكسبوا. على فكره انا قلت لهم حتى بعد ما اتغلبنا، هو قال لك الفيصل في الملعب، قلت لهم اوعوا استنوا بس، تعالوا كلموني بعد المباراه الثانيه، ويا ريت بقى الاعلام التونسي يكلمني يقول لي بقى بعد المباراه الثانيه، كلموني بقى على التليفون ونقول بقى ايه رايكم في تصريحات خالد القربي، تصريحات كابتن سمير السليمي اللي هو بيقول ان خالد الغندور ابن الزمالك البار، وانا بقول ان الكابتن سمير السليمي ابن الافريقي البار اللي هو المنافس بتاع الترجي، ابن الافريقي البار. تمام؟ وبالتالي النهارده بنكسب، بنرد في الملعب يا كابتن سمير، يا كابتن خالد القربي. لو الزمالك فنيا واقع وما عندوش لعيبه وكسبتك 3، امال لو انا بقى فنيا واقف على رجليا ومش واقع ورئيسي مش محبوس وما عنديش مشاكل ماليه كان زماني ايه النهارده يعني. طيب على العموم مره واثنين وثلاثه الزمالك يفوز على الترجي، هذا الفريق الكبير والعظيم، وما زال الزمالك في منطقه خطره. الزمالك بعد فوز شباب بلوزداد النهارده قولا واحدا لابد ان يفوز بالمباراه القادمه اذا اراد ان يصعد. لو تعادل الزمالك هيضع نفسه في وضع الترجي يتعادل وشباب بلوزداد يتعادل، فالفرقتين يصعدوا زي ما حصل السنه اللي قبل اللي فاتت، والترجي من مصلحته انه يحط نفسه انه يطلع الزمالك، مع ان المفروض يعني على حسب تصريحات جهابذة الاعلام ولاعيبه كرة القدم السابقين ان الزمالك فنيا بيضحكهم، فالمفروض الشباب بلوزداد اقوى، فالمفروض الزمالك هو اللي يصعد مع الترجي عشان فريق ضعيف، الزمالك فنيا فرقة ضعيفة يعني. لكن مرة واثنين وثلاثة نحترم كل الفرق، نقدر كل الفرق، لا نقلل من اي فريق، ولا نستطيع في اعلامنا واعلام زملكاوي ان يقول على نادي الترجي انه نادي بيضحكني او لعيبته بتضحكني او مستواه الفني بيضحكني، او اتكلم على رئيس نادي الترجي واقلل منه، او اتكلم على لعيبه، او اتكلم على جهاز فني في قيمه نادي الترجي، هذا النادي الكبير والعظيم.